اهلا مدريديستاس، احمد الشريف معكم اليوم على اساس اني اتكلم معكم على ما بعد مباراه ريال مدريد والجي. نبدا. اللي صار اليوم اجتماع الجمعيه العموميه في ريال مدريد مع فلورنتينو بيريز، واللي صار فيها كلام جدا كبير، كلام على الرابطه الاسبانيه، كلام على الاتحاد الاسباني، كلام على الاتحاد الاوروبي، كلام على موضوع نيجريرا. اللي حسسني من هذا الكلام انه داخلين مباراه ريال مدريد ضد التشي، مباراه ريال مدريد والتشي، ان احنا حنكسر الدنيا، مود التنين، مود ان نطلع نار من فمنا. لكن مع الاسف التشي خلى راسنا في الارض كذا ماشيين، وراحت الخمسه النقاط. بداية الكلام في هذه المباراة يعني اللي شفناه اليوم من تشابي الونزو، يعني ليش تنزل ب3-5-2؟ ليش 3 مدافعين يا تشابي الونزو؟ إذا سرابيا مدرب إلتشي قال لك أنا حنزل بالخمسة ورا، أنا حقفل، حسلمك الكورة يا ريال مدريد، روح امسك كورة، باصي، العب عرضيات، سوي اللي تبغاه، أنا بس حلعب لك تحولات ومرتدات. قام تشابي الونزو قال له لا، استنى معايا، انا كمان يا سرابيا حنزل لك ب3 ومعاهم ظهيرين، يعني كده بس طلع النبي 5، يعني صرنا احنا كده نطالع في المباراه. يا ساتر، ايش صار؟ هو اللي يضربنا مو احنا اللي نضربه. ولما تيجي تطالع كمان اكيد المشجع المدريدي كده قاعد يفكر، يعني ليش اردا جولر وداني سيبايوس محاور؟ ليش انت بدات بهذا التكتيك يا تشابي الونسو؟ ما كفايه الخساره من ليفربول بمستوى لك عليه، والتعادل اللي برضه كمان لك عليه ضد رايو فايكانو، وكلنا شفنا المقاطع اللي انتشرت لفينيسيوس جونيور وهو بيتكلم، مقاطع مترجمه كمان، على انه ليه تبديلات تشابي الونسو بالمنظر هذا؟ ايش احنا ما احنا ناويين نفوز اليوم؟ وبرضه حتى اليوم ما فزنا مع الاسف. نزيف النقاط قاعد يستمر معانا. سريعا في الشوط الاول يعني هو ما صار في اي حاجه تذكر، يعني انتهى سلبي 0-0، لكن يعني شكرا 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 كورتوا اليوم ساعدنا انه احنا نطلع بصراحه يعني بكلين شيت في الشوط الاول، ولا كان المفروض في فرصتين انفرادين محققه للتسجيل بالنسبه لإلتشي، بس اللهم لك الحمد انها عدت على خير. غير عدم وجود اي لمسه لتشابي الونسو حرفيا في الشوط الاول، حرفيا كل موجودات لعيبه اللي احنا شفناه في الشوط الاول، وحتى كمان في جزء من الشوط الثاني قبل التبديلات اللي سواها الونسو بعد هدف إلتشي. كل الوقت هذا مجهودات لاعبين، يا ابني باصي يمين يسار، غير الخطه ما بين الشوطين، انت شفت انها ما راضيه تمشي، قوم غيرها، مو انك انت تستمر على نفس المستوى ولما تلقم هدف 1-0 تغير. بالنسبة للهدف الأول تبع إلتشي، لو شفتوا الكورة قد إيش من البداية بدأت، أنا بتكلم معاك من البداية وبنتكلم فيها كورة في الموضوع هذا. لعيبة إلتشي قاعدوا إنهم يباصوا الكورة في الثلث تبعهم وما تقدموا بسرعة، لا، أخذوا الكورة عرض بعدين رجعوها وكملوا طول ورجعوها ورجعوا عرض وكملوها، شغالين فيك لعب. أنا قلت بس المفروض إن إحنا نبدأ نضغط عليهم في ثلث ملعبهم، ناخذ الكورة نسجل، لكن مع الأسف طلعوا هم من ثلث ملعبهم وراحوا لثلث ملعبك، باصين 1-2 اوبا 1-0 لإلتشي. يعني حرفيا قلنا بس تشابي الونسو هنا ظبط اموره، سوى التبديلات وخلاص، والوسط حيتظبط، وفي فالفيردي وفي كامافينجا وفي لعيبه، لكن في النهايه شوف الهدف الثاني حقهم، الفارو اللي كان لاعبنا وراح لهم، اخذ الكوره، استلم، اخذ خطوه وخطوه، كامافينجا نايم في العسل له قاعد يضغط كمحور، وقلبين الدفاع هاوسن واسنسيو اللي اوكي هم صح يرجعوا شويه، بس انتوا رجعتوا بزياده، انتوا رجعتوا لدرجه انه الفارو بدا يلعب يحرك الكوره برجلينه، شاف الزاويه فاضيه قال لك بس يا كورتوا انت ضعيف واشول، وبيمينك لما تيجي تحاول تصد الكوره باليمين ما حتظبط معك، قام حط لك الثاني. يعني انا حرفيا ما اعرف اليوم اللاعبين ايش اللاقي اللي معاهم. لا، الفارو كاريراس شغال، ارنولد الله يديه العافيه بصراحه، لما جينا نتكلم عن ترينت الكسندر ارنولد، وخصوصا في الشوط الثاني والزياده الهجوميه اللي قاعد يسويها والاداء الدفاعي كمان اللي ممتاز جدا اليوم كان في ارنولد، يعني ما يمدينا نتكلم عليه. لكن بالنسبه لفيران غارسيا، الفارو كاريراس، راؤول اسينسيو، دين هاوسن، يا جماعه الخير، يا جماعه الخير، انتوا بتلعبوا في ريال مدريد، انتوا بتلعب، يعني احنا نبغى الدوري. قلنا بس مدرب جديد وصفقات جديده وخط دفاع جديد واسينسيو تطور، نفس الاخطاء. يا اخوان الان احنا متعادلين مع رايو فايكانو في الدوري، وقبلها خسرانين من ليفربول في الابطال، واليوم متعادلين ضد إلتشي بمستوى الله بالخير في ال3 المباريات اللي راحت كامله.
يعني تشابي الونزو بدات حلو، فزت على برشلونه، اخذت الثقه، وسعت الفارق ل5 نقاط. اليوم ال5 نقاط راحت تماما. اليوم احنا قاعدين نقول يعني، او بدلنا نقول انه اوكي صرنا فرق 5 على برشلونه، والمفروض نشد حيلنا شويه، برشلونه يمكن يتعثر مباراه مباراتين يرجع الفرق 10 نقاط زي الموسم الماضي، وقلنا بس ما حنتعلم وخلاص، ما في اي فرصه انه احنا ايش نلدغ من جحرنا مرتين. لا يا عمي، رجع الجحر، رجع الجحر وخلينا لا نلدغ وعلينا لا تكون سيئه. اولمبياكوس في اثينا في دوري الابطال برا ملعبنا. ما اتمنى اني انا اشوف المنظر السيء اللي شفناه اليوم. يعني ممكن يجيني احد يقول لي والله يا ابو حميد رجعه من توقف دولي، وفي بعض اللاعبين ما كانوا موجودين، وإشي اصابات وإشي ارهاق والكلام هذا، بس برضو يعني احنا لسه في نوفمبر وما بنتكلم عن نادي صغير، احنا بنتكلم عن ريال مدريد يا جماعه. يعني مساله الضغوطات والارهاق وانك انت كل 3 مباريات بتلعب، هذا شيء طبيعي ووارد، واللعيبه كثير يعرفوه. فمساله انك انت يعني نحاول نحط هذه حجج، لا انا ما اتمنى انه هذه حجج بصراحه، يعني لانه المفروض انه احنا يعني متعودين على هذا النسق من المباريات، والمفروض احسن واحسن. ما اتمنى شكلنا يكون كذا ضد اولمبياكوس في دوري الابطال، لانه حرفيا اخر مره ضد ليفربول كان شكلنا سيء جدا، وليفربول على مستوى الدوري هو اساسا سيء. فمساله انه يعني الانديه حتقعد يعني تضغط عليك وتمسك كوره عليك وتهددك، وانت يعني مشاكلك برا الملعب مع نيجريرا، وجوا الملعب تشابي الونزو وفينيسيوس وبعض اللاعبين. ما نتمنى انه موسم ثاني من التخبطات يتكرر. اتمنى ان شاء الله انه يكون موسم جدا جدا ممتاز بالنسبه لنا، ومن هذه المباراه تبدا انطلاقه حرفيا جديده لنا، على اساس انه نقدر نروح بعيد في الدوري ودوري الابطال، كاس الملك وحتى السوبر. ختاما يا اخوان، كانت هذه ردة فعلي على ما بعد مباراة ريال مدريد وإلتشي. قلت اللي في الخاطر، صح في كلام اكبر من كذا، ما حبيت اني اطول عليكم. ان شاء الله اني اشوفكم في ردات فعل ما بعد المباريات، نتكلم فيها وناخذ ونعطي مع بعض. في امان الله. بس كذا خلاص. يا حبيبي يا حبيبي، وابد ابو وليد. 9 دقائق فاهمني.